يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اخبار؟ السلام عليكم. دلوقتي الخطة كالآتي. صحيت الفجر عشان اروح المدرسة. لقيت الدنيا مليانة تلج، الدنيا بتتلج. قررت ان انا مش هروح المدرسة، فرجعت كملت نوم وصحيت الصبح الساعة 11:30. لقيت الدنيا شمس وجميلة جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. فقررت ان انا انزل اصور فلوج، بما ان انا برضو كنت عايز ادور على الجامبل. الجامبل ده زي ما هيطلع لكم في الفيديو دلوقتي. And then it can be woken up by flipping it to horizontal mode again. Now for sure. بس ولكن قبل ما اروح في الفيديو الجزء الثاني بتاع اسطنبول. كنت مصور الجزء الاول بتاع اسطنبول ونزلته خلاص، نزلته امبارح. فهصور البدايه والنهايه بتاعت الفيديو بتاع اسطنبول الجزء الثاني دلوقتي، وبعد كده ننزل نروح نشوف المشوار اللي كنا هنروحه ده. فبس يلا بينا. هروح بس الاول اظبط نفسي كده، اظبط شعري والكلام ده كله، بعد كده اصور الجزء كده ارجع لكم تاني. اظن كده احسن، مش فارقه كتير بس يلا. حط الكرسي ده هنا، الشباك، نوريكم الجو عامل ازاي تحت. تلج وشمس، حلو الجو. نحط دي هنا. يلا بينا نروح نكمل تصوير الفلوج. يلا بينا. يا صباح الخير. طبعا الجامبل مهم جدا في فايدة ان هو دايما بيجيني كتير تعليقات على الفيديوهات بتاعتي ان فيه دايما اهتزاز وكده، وان دايما الفيديو بيهز. فالجامبل بيحافظ على الوزن بتاع الكاميرا، يعني ما بيخليهاش انها تتهز ابدا وما تترجى ابدا. حاليا معيش الفلوس اللي اشتري بيها، بس دلوقتي هروح اسال على سعره. بس هو انا هروح اسال عن سعره عشان اعرف اجيبه بعدين، يعني مهم جدا بالنسبه لي عشان اطور حاجه في القناه. يعني رايح ادور عليه في مكان اسمه غازي مختار باشا، محطه من ضمن المحطات اللي في الاخر خالص. ففي هناك سامسونج وفي هناك وطن وفي هناك كذا محل تانيين كده. اروح اسال على السعر بتاعه عندهم هناك. وطبعا اللي جاي معايا المشوار ده كالعاده اللي انتوا عارفينه عمر. انا دلوقتي رايح محطه ترام، المفروض ان انا هقابل عمر هناك. بعد كده نروح بقى من الترام نروح على غازي مختار، نروح بقى ندور على البتاع هناك. صحيح بعد برضو ما اخلص المشوار بتاع غازي مختار هنروح عند الجيم. هروح اجدد اشتراكي النهارده واروح اسجل يعني، واروح ابدا شغل من النهارده انا وعمر. عشان الفتره اللي فاتت دي كلها ضيعت وقت كتير قوي، كان عندي مليان الوقت امتحانات كل يوم امتحانين. الحمد لله خلصت يوم الاثنين اللي فات. Para iadesidir. Dikkatiniz. انا مش هركب دلوقتي عشان عمر لسه جاي في الطريق. واخيرا فترة الاعتذار دي غير مقبولة خالص. فترة البدايات، لأن أنا لما دخلت على فيديو واحد معرفش مين، دخلت على الفيديو بتاعه ولقيت كل شوية عمال يعتذر، يقول أنا آسف عشان حصل كذا عشان حصل. أنا مش عايزك تأسف لي، أنا عايزك توريني المحتوى بتاعك. أنا معرفش أنت مين عشان تأسف لي يعني أساسا. أنت اعتذارك ظاهر المحتوى مو كلام. تماما بالظبط. أخيرا وصلنا. هنروح أول حاجة عند محل ده نونتك، هسأل عنده على الجامبل ده بتاع الإلكترونيات، بس هو أصلا سوري. وفي هناك وطن وسامسونج هناك، بنروح ندور عندهم برضه. ماشي. اللي حصل دلوقتي ان سألنا عند الراجل، قال ان هو موجود بس بتاع الكاميرات، وان هو مش موجود هنا، بيجيبه من اسطنبول. فبيروح اسطنبول بيجيبه من هناك، يعني عنده محل تاني في اسطنبول بيشتريه من اسطنبول بيطلبه، فبيجي له لحد هنا. وطن فين وطن؟ خلينا ندخل نسأله برضو عن الموضوع. عندكوا الحاجات دي بعدين بقى في الاخر خالص. تبي تكسر حاجة مش معانا فلوس.
هيسبونا احسن. احنا بنجرب البتاع يعني. نجرب عادي. ممكن نشتري. يعني على فكرة ما سألناهمش عن البتاع. بس أظن أصلا مش موجود. تعال نسأل. صلى لنا ما كنتش شيء، صلى لنا ما كنتش إلكترونيك بشيء. يعني مثلا عشان بتليفونه بيقول لك تلسم biraz sallanmıyor. Titreşimiyor yani, anladınız mı? Onu bizden bulamazsın, internetten bulursun. İnternetten. Evet. بس كده الوقت بتاع النهارده. كل اللي قالوا لنا انتوا مش هتلاقوا حاجه في عنتاب، فانا هطلبها من النت. دلوقتي خلصنا موضوع ادوات التصوير وكده، زي ما قلت لكم انا بشتري من على النت. دلوقتي اروح انا وعمر على الجيم بقى عشان نجدد التسجيل ونبدا النهارده على طول. مرة ساعدني في بريك. النهارده داخلين تمرين تشيست وترايسبس واب. خلصنا، الحين على البيت دلوقتي. انا كده خلاص، عمر هيروح. مش عايز حاجة؟ سلامتك وانت. سلام. رجعت البيت، يوم كان مرهق جدا بصراحة، تعبت قوي. متنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تشير الفيديو لاصحابك، تكتب لي رأيك تحت في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية. في امان الله. سلام. Selam.